السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. تعالي النهاردة يا ست الكل أقولك ازاي تسلقي وتقطعي وتفرزي الكرنب بأسهل طريقة. يعني لو عندك 100 كرنبة هتقطعيهم بسرعة الصاروخ بأسهل وأحسن طريقة من غير ما يجلد ولا يتهرى منك، ويبقى عندك الورق جاهز يا دوبك يفك وعلى الحشو على طول. بس قبل ما أبدأ ما تنسيش يا ست الكل بالله عليكي تحطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو لأول مرة بتشوفي قناتي، فضلا وليس أمرا. وتعالي نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف ازاي نختار الكرنب الأول. لما نيجي نشتري الكرنب نجيب الكرنبة المدورة وتكون خفيفة مش تقيلة وما تكونش ناشفة. لما ادوس عليها فيها ورق بس طرية تحت ايدي، وما تكونش مكتومة، يعني لو طبلت عليها اسمع صوت الطبلة كأني كده بطبل على بطيخة، وتكون ورقها اخضر ويكون ورق الكرنب مفرود. هشيل راس الكرنبة، هعمل لها تجويف بالسكينة حوالين الراس، بقورها بالشكل ده، وبعد كده بغسلها كويس جدا قبل ما بسلقها. وانا بحب اسلق الكرومبة كاملة زي ما هي، علشان كده بجيب الكرومبة الصغيرة وفي حلة فيها مية بتغلي، ومش بضيف اي حاجة في مية سلق الكرومب غير معلقة صغيرة من الكمون علشان يمتص كل الغازات اللي موجودة في الكرومب وما يتعبش المعدة. ما بحطش ملح في مية سلق الكرومب. لو حطيتي ملح اعرفي بانه هيتهرى معاكي اول ما يطلع من الفريزر. وبنزل بالكرومبة في المية المغلية وبتكون الجهة المفتوحة والسيقان لتحت يا دوبك 5 ثواني، وبقلبها على الناحية التانية ويا دوبك الورق يطرى، وببدأ أطلعه ورقة ورقة بالشكل ده. أنا مش بقرص عليه في السوا، يا دوبك الورق يطرى علشان أعرف أقطعه بس. أنا لسه هفرزه فهيكمل سواه جوه الفريزر، وزي ما بنقول كده التلج هيدوبه، علشان كده مش بسلقه يا دوبك يطرى. ما تزوديش في مدة السلق علشان الورق ما يطراش معاكي وبعد كده يتهرى منك. وبطلعه من مية السلق بحطه في صينية جنب بعض مش فوق بعض علشان ما يكملش سواه وبعد كده يتهرى. هسيبه يتهوى ويبرد وبعد كده هقطعه. شايفين الورق جميل جدا ما شاء الله. ونيجي بقى لتقطيع الكرنب. بطبق الورقة نصين وبقطع الساق او العرق بتاعها وبلفها على بعضها، وبقطعها على حسب حجم صباع المحشي اللي انا عايزاه، بيبقى رول بالشكل ده. بطبق الورقة نصين وبقطع الساق بتاعتها وبلفها على بعضها وبقطعها على حسب حجم الصباع اللي انا عايزاه. وهكرر بنفس الطريقة لحد لما اخلص كل الكمية اللي معايا. ودي اسهل وابسط طريقة لتقطيع الكرنب، وانا على طول بسلقه وبقطعه بنفس الطريقة. سيبك يا ست الكل من الطرق الجديدة دي، ما ينفعش نجيب الكرنبة نقطعها 3/4 والحاجات اللي بيقولوا عليها دي. الكرنب بيبوظ والورق بيبقى مش متساوي. صدقوني دي احلى وافضل طريقة. يعني لو عندك 20 كرنبة
هتسلقيهم وتقطعيهم في ثواني. مش كل حاجة بتطلع ترند يا جماعة نقلدها، مفيش أحسن من الحاجة اللي اتربينا واتعودنا عليها. وأنا الحمد لله مش بنزل لكم أي وصفة غير لما أكون متأكدة منها 100%، علشان حرام بنجيب الحاجة غالية فحرام تبوظ مننا. وبعد كده باخد الرور وبقطعه بالشكل ده وبحط الورق فوق بعضه. شايفين ورق الكرنب جميل ما شاء الله، تفرزيه في اطباق او اكياس تلاجة براحتك، وبتطلعيه تسيبيه يفك وتحشي بمنتهى السهولة. وده كان فيديو النهاردة، بتمنى يكون عجبكم ونال رضاكم. وما تنسوش يا احلى اخوات في الدنيا تحطوا اللايك وتشيروا الفيديو مع اصحابكم وحبايبكم علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، فضلا وليس امرا، والقناة تكبر بيكم باذن الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد، اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.